جبل الرعب. قبل ما تسمع القصة دي لازم تعرف إن في مكان حقيقي قريب من العين السخنة. البدو هناك بيتجنبوا يقربوا منه بعد المغرب، وبيقولوا إن أي حد داخل الجبل عشان يدور على كنز مرجعش زي ما كان. والأغرب من كده إن آخر واحد اختفى هناك لسه واقف لحد النهاردة، بس على هيئة تمثال. في وادي ضيق بين جبلين من الحجر والرمل، بعيد عن المنتجعات وبعيد عن أي أثر للحياة، كان في 3 ماشيين وسط نور القمر الضعيف. أولهم رائد، راجل عنده 35 سنة، كان مرشد سياحي زمان، لكن الطمع خلاه يدور على الآثار والكنوز المدفونة من غير أي تساريح. وراه كانت سحر، مصورة شابة فضولها أكبر من خوفها. أما الثالث فكان محمد، بدوي من المنطقة، حافظ الجبال دي شبر شبر، وعارف إن فيها أسرار ناس كتير دفعت الثمن إنها تعرفها. رائد كان ماشي بحماس وقال: المكان ده بالظبط اللي اتكتب عنه في مذكرات الراجل الأزرق. سحر سألته: مين الراجل الأزرق؟ قال: باحث اختفى من سنين، وآخر حاجة كتبها كانت جملة واحدة: باب الجبل بيتفتح ليلة اكتمال القمر. سحر بصت حواليها وما شافتش غير صخور وجدران جبلية، فقالت: فين الباب؟ قبل ما رائد يرد، محمد وقف فجأة وحط صباعه على بقه وقال: اسكتوا، الجبل مش بيتكلم كتير. رائد ضحك وقال: ده جبل يا محمد، مش بني آدم. وضرب بإيده على الصخر اللي جنبه مرة واتنين، وفي التالتة خرج صوت عميق من تحت الأرض. الأرض اهتزت تحت رجليهم، وصوت غريب طلع من قلب الجبل، كأن حاجة نايمة من آلاف السنين اتحركت فجأة. سحر اتفزعت، أما محمد فهز راسه وقال: أنا حذرتك. كملوا مشي لحد ما وصلوا لكهف ضخم، مدخله كان عامل زي فم مفتوح وسط الجبل، وعلى جانبي المدخل كان فيه تمثالين لجنديين قدامى. الزمن أكل ملامحهم، لكن عيونهم كانت مرعبة بشكل غريب، كأنها بتراقب أي حد يقرب. رائد قرب من التمثال ولمس وشه وهو بيضحك وقال: دول الحراس اللي بتخوفنا بيهم؟ سحر رفعت الكاميرا وأخدت صورة. الفلاش ضرب، ولما بصت على الشاشة اتجمدت مكانها. في الصورة عيون التمثالين كانت حقيقية، بتتحرك وبتبص ناحيتهم. رفعت عينها بسرعة ناحية التمثال الحقيقي، لكنه كان ثابت زي ما هو، حجر بارد ما فيهوش حياة. وفجأة سمعوا صوت مش جاي من بره، الصوت كان جوه دماغهم، عميق وتقيل وقديم بشكل مرعب. الصوت قال: الحراس لا ينامون، والكنز لا يسرق إلا بثمن. محمد بدأ يرى المعوذات وقال: لازم نمشي حالا، لكن رائد ما كانش سامع غير صوت الطمع اللي جواه. دخل الكهف، وسحر دخلت وراه رغم خوفها. جوه الكهف كانت الجدران مليانة رسومات وطقوس قديمة، وفي آخر المكان كان فيه تابوت حجري ضخم، وبجنبه كومة كبيرة من الذهب والعملات والتماثيل الصغيرة والأحجار الكريمة. عينين رائد لمعت وقال: إحنا بقينا أغنياء، ومد إيده ومسك أول عملة ذهبية. في اللحظة دي العملات بدأت تتحرك واحدة ورا التانية، كأن في حاجة بتتنفس تحتها. وفجأة الكومة كلها اتحركت واتقلبت. ما كانتش كومة ذهب، كان تعبان عملاق لونه ذهبي ملفوف حوالين التابوت، عينيه صفرة وسودة وبتلمع بذكاء مخيف. فتح بقه، وبدل ما يطلع فحيح طلع ضحكة بني آدم. في نفس اللحظة التمثالين اللي بره الكهف فتحوا بقهم الحجري وقالوا بصوت واحد: من أخذ يؤخذ، ومن دخل لا يخرج. رائد اتراجع للخلف، الكشاف وقع من ايده واتطفى. الضلمة بلعت المكان كله. صرخ وقال: سحر. فسمع صوتها قريب جدا منه. الصوت قال: أنا هنا يا رائد، بس أنا مش سحر. في نفس اللحظة دخل شعاع قمر من فتحة في سقف الكهف ونور المكان لثانية واحدة. رائد بص واتجمد، ما كانش فيه سحر، اللي واقف جنبه كان تمثال على شكل سحر، وشها متجمد في صرخة، وعيونها بقت حجر اسود. محمد صرخ من بره وقال: اهرب يا رائد. رائد جري ناحية المخرج، لكن كل ما يجري كان المخرج يبعد أكتر، كأن الجبل بيغير المكان حواليه. ومن وراه كان صوت التعبان بيقرب، صوت حجر بيحتك في حجر. وأخيرا وصل للمخرج، لكن التمثالين كانوا واقفين قدامه، وسيوفهم الحجرية قافلة الطريق، وقالوا بصوت واحد: اختار، تخرج من غير روحك أو تفضل حارس للجبل.
رائد بص على إيده، لقى العملة الذهبية لازقة في كفه. حاول يرميها، معرفش. حاول يفتح صوابعه، معرفش، وبدأ يعيط من الخوف. ساعتها سمع صوت محمد من بعيد بيقول: دي مش لعنة كنز يا رائد. وسكت لحظة، وبعدين قال: الكنز هو اللي اختارك. التعبان لف حوالين جسم رائد ببطء، كل لفة كانت بتحول جزء منه لحجر، رجليه الأول، بعدين جسمه، بعدين صدره، لحد ما وصل لوشه. وقبل ما يتحول بالكامل همس بكلمتين: أنا آسف. لكن الجبل ما سمعش الاعتذار، ومن يومها بقى فيه تمثال تالت واقف عند مدخل الكهف بين الحارسين. تمثال رائد، ايده ممدودة كأنه بيحذر أي حد يقرب، وعينيه منحوتين بشكل يخليك تحس إنه لسه صاحي. محمد أخد سحر وهرب من المكان، وبعد أيام سحر فتحت الكاميرا عشان تمسح السور. لقت آخر صورة صورتها عند مدخل الكهف، كان فيها ال3 تماثيل واقفين في الضلمة. لكن لما كبرت الصورة لاحظت ظل بعيد واقف وراهم. مسحت الصورة وقفلت الكاميرا. بعد 3 أيام فتحت الكاميرا تاني، ولقت الصورة رجعت لوحدها. كبرتها أكتر، فاتصدمت لأن الظل بقى أوضح، وكان شبهها هي بالظبط. ولو بصيت للصورة النهاردة هتلاحظ إن في مكان فاضي جنب التماثيل، مكان تمثال جديد كأنه مستني حد، ويمكن يكون مستني الشخص اللي بيسمع القصة دي دلوقتي.